تدخل الجوف تدفع صاحبها إلى الفعل الحرام، كما أن اللقمة الحلال عندما تدخل الجوف تدفع صاحبها إلى العمل الصالح المبارك. سابقا أجدادنا وأجدادكم ما كانوا يعرفون هذه الأمور كلها، لكن يحرصون على اللقمة الحلال، ولذلك تجد أكثر أولادهم صالحين بارين، مع أنه ما تعب عليه ذاك التعب في التربية، لكنه أطعمه طعاما حلالا مباركا. اسمعوا إلى هذه القصة أختم بها الخطبة الأولى. الشيخ الشعراوي، أعتقد الكل ربما أو معظمكم يعرفه، هذا العالم المصري المفسر للقرآن الكريم، عالم كبير. هو يقول عن نفسه، يقول: كان أبي يأخذ بقرته إلى بستانه كل يوم. كان والده يشتغل في بستان، ويوميا يخرج ببقرته إلى بستانه ليذهب بها، وقبل أن يخرجها، قبل أن يخرج البقرة من البيت، يقوم بربط فمها بقطعة قماش، يلف قطعة قماش على فم هذه البقرة. لماذا؟ لكي لا تأكل من مزروعات الفلاحين على جانبي الطريق، حرصا منه على أن يطعم أولاده من المال الحلال. لاحظ هذا الحرص، هذا الورع، وهذا الورع، هذه هي التقوى. يربط فم بقرته بقطعة قماش. تعرفون هذه الدابة لا عقل لها، ربما تأكل من هذه المزروعات وهذه المزروعات أثناء الطريق. يربط فمها بقطعة قماش حتى لا تأكل من مزروعات الفلاحين أثناء ذهابه على جانبي الطريق، حرصا منه على اللقمة الحلال، وحرصا منه على أن لا يدخل جوف أولاده وزوجته من الحرام. فماذا كانت الثمرة؟ ماذا كانت النتيجة؟ كان من أولاده هذا العالم الجليل الكبير المبارك الشيخ المفسر الشيخ الشعراوي. أسأل الله سبحانه وتعالى